يا جماعة بطلوا زيطة، كل الزيطة اللي على السوشيال ميديا دي كلها بسبب ترند دودو يا قمر، هو ده اللي هيبوظ الأخلاق خلاص. مذيعة دخلت بتقول لها عيب انت خريجة أزهر، المفروض ما تتصرفيش كده، الكلمة دي عيب انها تتقال. استوقفني بس السؤال، هو حضرتك سايبة كل الأخبار المهمة اللي في البلد والأسعار والنور والكهرباء والكلام ده وماسكة في دودو؟ أنا شخصيا رأيي ان الكلمة كانت غلط تتقال، أنا موافقة ان الكلمة دي تتقال، لا عشان مفهومها عندنا احنا حاجة تانية. كانت طالعة بتغني مع ابنها بعفوية كده وما تعرفش انها غلطت، احنا بقى نمسكها نسلخها. ايه يا جماعة في ايه؟ ما كلنا بنغلط، مش مشكلتي في الكلمة، انا مشكلتي في الناس اللي بتزيد في اي زيطة وخلاص. الفيديو يا جماعة عامل 28 مليون مشاهدة، لما كل دول معترضين مين اللي شاف الفيديو ده ومين اللي شيره ومين اللي عمل على الساوند؟ في ممثلين ومغنيين عملوا ليبسنج عليها، ليه مثلا ما عملناش كده مع ترند الشارع اللي وراه والصوت اللي كان غير مقبول اللي كان بيعمله البنات قبل الشباب وطلع في افلام ومسلسلات؟ المذيعة بتقول لها انا ممكن اجيب لك رد الازهر، لا لو هنسأل الازهر بقى فكلنا هنزعل عشان كلنا اخطاء.